انا ما كنتش طالع النهارده اعمل حلقه، لكن النهارده ما كانش ينفع ما اطلعش. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي كده وانزل تحت اخبط اللايك الجميل واشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بص يا سيدي، الخطوه الثانيه في التصعيد. الاهلي النهارده بيعمل الخطوه اللي كانت المفروض تتعمل. صناع الميديا الاهلاويه طالعين بيقول لك ان الاهلي بيعمل الخطوه الثانيه في التصعيد، لكن من رايي هي الخطوه الاولى. الاهلي النهارده ارسل تظلم الى لجنه الاستئناف والتظلمات بالاتحاد المصري، ودي كان المفروض اول خطوه اتجه بها النادي الاهلي لاجل التصعيد، لكن الاهلي راح للجنه الاولمبيه. تعال نتكلم براحه. لما حصل مشكله الحكام والاهلي انسحب من مباراه القمه، الاهلي عمل خطوه وراح للجنه الاولمبيه. اشتكى فيها مين؟ الاتحاد المصري لكره القدم، ثم اشتكى فيها بالاضافه الى رابطه الانديه. ايه اللي حصل؟ رابطه الانديه واتحاد الكوره بعتوا ردهم الى اللجنه الاولمبيه. الرد كان ايه؟ يعني اللجنه الاولمبيه لما بعت اتحاد الكوره ورابطه الانديه ان الاهلي اشتكاهم، وردوا علينا رد كالاتي. رابطه الانديه قالت لهم احنا بعتنا فعلا خطاب لاتحاد الكوره، لكن ضيق الوقت كان مانعا لاستخدام حكام اجانب. هم صادقين، هم كاتبين مش في حتتنا خالص، لكن انا بقول لك ان اتحاد الكوره رد كمان على اللجنه الاولمبيه، وكان رد قاسي جدا. انت يا لجنه اولمبيه ليست لجنه اختصاص، يعني مالكيش اصلا انك تتكلمي في شكوى الاهلي. طب ايه اللي حصل تاني؟ ايه اللي كان المفروض يعمل؟ اللي كان المفروض يعمل ان الاهلي يروح لجنه استئناف والتظلمات في اتحاد الكوره. فالاهلي النهارده سمع رد اتحاد الكوره وهوب بعت تظلم الى لجنه الاستئناف والتظلمات في اتحاد الكوره. تعال نحكي القصه باختصار شويه. الاهلي كان مشكلته في ماتش القمه براحه خالصه دون ان انا اروح مع ده او ده. كان مشكلته في ماتش القمه ان هو عاوز حكام اجانب، فالاهلي ما حصلش كل اللي هو عاوزه، فراح اشتكى اتحاد الكوره واللجنه ورابطه الانديه في اللجنه الاولمبيه. طب تعال نرجع القصه ورا شويه. اتحاد الكوره المصري في نظر الاهلي هو المخطئ، حلو. طب ليه اشتكت رابطه الانديه؟ لان رابطه الانديه اصلا من البدايه هي اللي بعتت اتحاد الكوره بتقول له يا اتحاد يا كوره استخدم لي حكام اجانب لمباراه الاهلي وبيراميدز، الزمالك والاهلي والزمالك وبيراميدز. فاتحاد الكوره دلوقتي هو المنطوط بالشكوى. الاهلي عمل عكس المتوقع خالص. بالنسبه لي الرابطه مش مخطئه، فالرابطه النهارده عملت اللي عليها. مين المنطوط باستخدام حكام اجانب؟ هو الاتحاد المصري لكره القدم. الاهلي اشتكى الرابطه واشتكى اتحاد الكوره. ما تفهمش ليه الرابطه في الشكوى، بس خليها تمشي بالراحه، لان الرابطه بالنسبه لي لحد النقطه دي هي ما عندهاش مشكله. هي بعتت اللي عليها لاتحاد الكوره، قالت له استخدم لي حكام اجانب مع تحمل الرابطه مصاريف مصاريف الحكام. الاتحاد الكوره ما عملش كده. فالاهلي ليه يشتكي الرابطه؟ ما اعرفش، الله اعلم. كده الراجل مش فاهم قوانين، بس ماشي. فبعدين النهارده اتحاد الكوره لما رد على اللجنه الاولمبيه قالت له انت ما انتش جهه اختصاص يا لجنه الاولمبيه، المفروض يشتكي عندي في لجنه التظلمات. فالاهلي عمل كده، راح يشتكى مين؟ اشتكى الرابطه في اتحاد الكوره، ان الرابطه اصلا ما عليها ذنب، مالهاش ذنب. لكن ده كله تخبط، وهنشوف الناس اللي كانت تشتمني وانا قلت لك ان اتحاد الكوره هيرد ويقول ان اللجنه الاولمبيه مش جهه اختصاص، لكن انت بتسمع كلام ناس معينه بدماغك وده حقك، لكن كلام اللي بقوله بيتنفذ واحده واحده. واقولها لك كل ده كله هيرسل زي ما قلت لك في اكتر من حلقه بحل رابطه الانديه ممكن في نهايه الموسم. انت عارف ان في شخص في الرابطه مشاكله كترت، فهم خلاص هيطلعوه. ده كان ملخص الموضوع. فانا بقول لك ان الاهلي سيبك من دي تصعيد وكلام من ده. الاهلي لو كان نيته التصعيد، وهنشوف الفتره الجايه صناع الميديا الاهلاويه بيقول لك دي الخطوه الثانيه في التصعيد، هنشوف هنتفرج الملعب قدام. لكن انا بقولها لك سيتم من خلال الرابطه الاولمبيه او اللجنه الاولمبيه ان هي مش جهه اختصاص اصلا. وحتى لو اصدرت، او قلت لك في اكتر من حلقه، اصدرت كلام والغت عقوبات الرابطه، هيطلع محكمه رياضيه كاس تلغي المواضيع دي كلها. فالاهلي لو كان عاوز يتصعد كان راح لجنه الاستئنافات اللي احلها النهارده عشان تبقى عارف، وبعد كده اتحاد الدولي لكره القدم، بعد كده الكاس، وهنشوف الفتره الجايه وهتطلع تقول ان الانز عنده حق. ومش بقول لك ان انا طلت فرطته، لكن اعرفك بكلام ناس بتفهم في اللوائح. لما طلع عامل العمليه اكد لك ان الماتش هينعاد، هنشوف وانا وانت قدام. بص بقى يا سيدي، مرتضى منصور النهارده، وده خبر تاني حبيت هشغلك في النص لان النهارده خبر مش عارف ابدا لك منين. مرتضى منصور النهارده بيعلن انتهاء الخصومه بينه وبين الكابتن محمود الخطيب. سيبك بقى من اهلي والزمالك، يعني انت راجل شتمت بيته 4 سنين بتهزق راجل، مع احترامي في كلمه تهزيق، فانت النهارده طالع منين الخصومه؟ والله العظيم في المثل بيقول لك ايه؟ اللي اختشوا ماتوا. ما علينا. بص بقى يا سيدي، في خبر انا مش عارف ابدا لك منين، والله العظيم مش عارف ابدا لك منين. لو الحظ ليه اسم تاني غير الحظ هنسموه سيف الدين الجزيري. ليه؟ النهارده منتخب تونس كان عنده ماتش صعب جدا قدام منتخب ملاوي. منتخب تونس غير قادر على التسجيل لحد الدقيقه 85، فيحصل ايه؟ عرضيه تيجي على سيف، على راس مين؟ سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك عشان يسجل هدف. وانا قلت لك هي حظوظ الكره والله عايزاه.
سيف الدين الجزيري بيسجل الهدف الاول لتونس ويفتح الطريق للفوز، وبعد كده يجي الهدف الثاني في الدقيقه 92 اعتقد من الياس شواري عشان ينتهي المباراه بفوز تونس 2-0. بص بقى يا سيدي، تعالى اكلمك في حته مهمه شويه، بس الناس تزعل مني شويه، الناس تزعل الاهلاويه بالذات شويه. الاهلي النهارده طلائع الجيش يضرب النادي الاهلي بثلاثيه مقابل هدف. الاهلي النهارده كان بيلعب في كاس عاصمه مصر او كاس الرابطه قدام فريق طلائع الجيش بالناشئين مواليد 2005 بالاضافه لبعض التدعيمات زي عمر الساعي وعلي معلول وياسر ابراهيم. تمام. الاهلي انتهى اللقاء بفوز طلائع الجيش 3-1. افهم منه ايه؟ دي حاجه في دماغي ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، ان مقوله الاهلي بان حضر ارميها في الزباله. ليه؟ ماليش دعوه بالنقطه دي، انا بالنسبه لي كلامك عن نفسي. وثاني حاجه ان ناشئين او اسمها كتتها ايه قطاع الناشئين في الاهلي او الزمالك محتاجين ازازتين بنزين ويتولع فيهم يلا. ده نتيجه الواسطه. يعني النهارده في هدف مشهور للرابطه، اللاعب عمل كل حاجه في الكوره جاب هدف مش عايز اقول لك عالمي، اقل ما يكون عالمي. هي دي اللعيبه اللي كان المفروض لولا الواسطه اقسم بالله كان زمان بتلعب النهارده قدام ماتش طلائع الجيش. في لعيبه النهارده سايب منهم 2005 المفروض ناشئين دلوقتي على مستوى العالم 17 و18 سنه، النهارده لعيبه عندها 21 سنه و20 سنه، والله مش عارف اقول لك ايه. ففي النهايه الاهلي، وعندك مش بكلمك على الاهلي عامه، انا بكلمك على قطاع الكوره عامه في الاهلي وفي الكوره المصريه قطاع الناشئين. عندك عمر جابر ومحمد هاني النهارده بيقولوا ناشئين لحد النهارده. فده ان ثبت فيثبت ان الواسطه والمحسوبيه لها دور كبير في ان اللعيبه اللي عندك تكون بالمستوى اللي عندك ده. ماليش دعوه باهلي خالص، انا بتكلم في اجمالي الناشئين عشان ما يطلعش واحد يتكلم وعقله مش في دماغه. انا بقول لك وفي نهايه الحلقه، ولو كان عجبك اعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالى نتراهن ان في النهايه الاهلي والزمالك لن يعاد مباراه القمه وحط تحتها مليون خط، وبكره وانا وانت والزمن طويل. في النهايه زي ما قلت لك، كلامي عجبك ما تنساش في اللايك والاشتراك، ما عجبكش رد عليا في الكومنتات وكلامك يحترم يا سيدي الناس. والسلام.